يا رب النهارده متابعيني الغاليين واخواتي وحبايبي يكونوا بخير وبراحة بال يا رب وبسعادة دايما يا رب. ربنا يسعدكم كده يا رب، زي ما بتسعدوني بكومنتاتكم الجميلة ولايكاتكم الحلوة. ربنا يا رب يديمكم كده نعمة كده في حياتي. زي ما انتوا شايفين النهارده انا عملت طبعا الخيار المخلل، عملته كده بطريقة سهلة وجميلة، وهقولك على السر اللي هو يخليه ناشف معاكي كده لاخر خيارة كده. لو قعد معاكي يعني زيادة عن اسبوعين وثلاثة كمان هيفضل ناشف معاكي زي ما انت شايفة. بصي يعني انا بكسر الخياره كده كأن خياره خضراء ما شاء الله. بعد 3 ايام بالظبط بتبداي ان انت تاكلي منه. شايفه الخيار بخرطه كأن برضو فعلا خيار اخضر كده. وطبعا الخيار ده احنا مش بنستغنى عنه في سندوتشات الشاورما وفي اي سندوتشات احنا بنعملها. يمكن انتم ملاحظين انا دايما بحط الخيار المخلل عشان احنا بنحبه جنب الاكل. فدايما انا بصراحه ما بشتروش ابدا، انا بحب اللي انا اعمله. فطبعا انا قلت بقى انا اوريكم الفكره كده. زي ما انت شايفه الجمال، بسم الله ما شاء الله. شايفه الطبق ما شاء الله. متنسوناش طبعا باللايك والشير. ويلا بينا نقول لكم الفيديو الجميل ده هنعمله ازاي. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ونبدا النهارده معاكم كده بالفيديو الجميل بتاع المخلل ده. طبعا انا جبت كده الخيار زي ما انت شايفه، الخياره كده لسه طازه وخيار صغير. حط كده فصين كده من التوم بقشرهم كده، غسلاهم كده، احطهم بقشرهم في البرطمان من تحت. وقرن فلفل كده من الفلفل الحامي، وبرضه هخرط فلفل حامي كده. انا مش عايزاه يعني يكون حامي قوي، عشان برضه انا عندي الاولاد بيحبوا ياكلوه فمرضتش اخليه حامي قوي يعني. انتي على حسب، لو انتي بتحبيه حامي حطي بقى اكتر من كده يعني. البرطمانات دي غسلتها بميه وخل. وبدات ان انا ولعت الفرن وحطيت البرطمان كده، ما كفيته كده على الشبكه بتاعه الفرن، وولعت الفرن وسبته لغايه ما نشف. وبعد كده طفيت الفرن وسبته لغايه ما برد، وبعد كده طلعته. بدات اعصر ليمون واسيب القشره كده. عصري ليمون على قد ما تقدري، يعني حطي كميه ليمون حلوه. انا طبعا دلوقتي حطيت ليمونيه كبيره، الليمونه كلها ميه. وهبدا تاني ان انا احط برده ليمون تاني بس بعد ما ارص الخيار. طبعا انا بحب ان انا اوقفه كده. اعملي برطمان زي ما انت عايزه. انا حبيت الصراحه البرطمانات الصغيره ديت. بتريحني كده، اللي انا مثلا بعد الخيار ما بيستوى بسيبه كده لمده يومين كده بره التلاجة. وبعد كده ابدا ان انا اروح احطه كده في التلاجة. فطبعا ده بيريحني كده في باب التلاجة او على الرف، بتحطيه براحتك خالص. البرطمانات الصغيره دي جميله الصراحه. ظبطي كده بقى. وطبعا لما باجي اطلعها زي ما شفتوني كده بخرطه في اول الفيديو، ما شاء الله بيبقى جميل جدا الصراحه. طبعا انا عصرت كده الليمون، حطي بقى كميه ليمون بس زي ما انت عايزه. بدات ان انا كده اعصر ليمون. عايزه تحطي القشر ده برضو حطيه، مش عايزه تحطيه براحتك خالص زي ما انت شايفه. وطبعا الميه اللي انا هحطها بقى للليمون ده، الميه ديت انا مسكتها بقى، غليت الميه، ميه من الفلتر وغليتها وسبتها لغايه ما بردت خالص، بقت ميه عاديه خالص. وهبدا ان انا بقى احطها بقى للمخلل. طبعا الحركه ديت بتخليه برضو معاكي المخلل ناشف كده وجميل زي ما انت شايفه. طبعا كده البرطمانات معايا جاهزه اهي. هبدا بقى زي ما قلت لك ان انا هحط كده معلقه كبيره مليانه كده زي ما شفتيها من الملح، معلقه واحده كبيره مليانه على البرطمان ده. وطبعا معلقه سكر وحبه صغننين، معلقه صغيره وحبه صغيرين برضو، يعني قولي معلقه صغيره مليانه. وكوبايه من الميه، كوبايه كده من الميه اللي قلت لك عليها، ميه انا غليها وسبتها لغايه ما بردت خالص. طبعا السر بقى في معلقه السكر دي. معلقه السكر ديت هتخلي معاكي الخيار ناشفه لغايه اخر خياره، تخليها مقرمشه كده وجميله معاكي. متنسيش ابدا معلقه السكر ديت مهمه. طبعا ادوب كويس الملح والسكر كده مع بعض، يعني معلقه صغيره مليانه سكر ومعلقه كبيره مليانه ملح على البرطمان الصغير ده. لو انت بقى بتكتري، يعني مثلا عامله برطمان كبير، هتحطي بقى معلقه كبيره سكر. يعني شوفي بقى على حسب انت ما هتعملي يعني. بس انا بالنسبه لي حطيت كده. وجبت كده من اللي هو الكركم ده، جبت منه يا دوبك بس حبه صغيرين خالص في المعلقه كده. طبعا النص معلقه الكركم الصغننه، يعني مش نص، يعني حبه صغيرين خالص من الكركم. ديت بتخلي الميه المخلل كده لونها اصفر كده.
لما احنا بنجيب المخلل من بره، بتجيبي ميه المخلل ديت، طبعا احنا بنستخدم ميه الخيار ديت لما بنيجي نعمل سندوتشات بنحطها كده مع الكاتشب والمايونيز كده، بتخلي طعمه الصراحه جميل. فطبعا هي بتبقى الميه بتاعه المخلل ديت مصفره كده شويه، طبعا هو ده السر اللي بيخليها ايه مصفره كده زي ما انت شايفه. زي ما انت شايفه طبعا هي دوبك حبه صغيرين، هي مش بيبان طعمها بس بتدينا لون كده ايه بسيط كده. وزي ما انت شايفه ما شاء الله. طبعا هغطي البرطمان واسيبه بقى شويه، وبعد كده ايه يعني بعد يوم اروح قلباه على كده بالغطا كده، تقلبيه وتسيبيه يوم برضو، يعني ياخد يوم كده ويوم كده لغايه ما ايه ما هو بيستوى معاكي، ومسافه يومين اتنين بيكون استوى. وزي ما انت شايفه انا جبت طبعا ايه، هعمل كمان معايا كده برطمان كده من الليمون المخلل. الليمون ده طبعا انا جبته غسلته غسله حلوه، وخليت الميه بتغلي، ويا دوبك نزلت فيها الليمون ورحت طافيه عليها النار على طول، يا دوبك غلوه واحده بالظبط كده، يعني مش كتير لان انا عايزاه يكون ايه ليمون سريع يعني يتاكل على طول، برضو في خلال يومين تلاقي الليمون يتاكل معاكي ويبقى جميل. وبدات ان انا غيرت عليه الميه، بعد ما غليت الميه وكبيتها فضلت اغير عليه مرتين او 3، وبعد كده بدات ان انا ايه خلاص بقى كده ايه ابدا ان انا اعمله مخلل. وجبت طبعا شويه كده من الشطه اللي هي طحنت الشطه كده في الكبه، الشطه الحمراء، وجبت حطيت عليها معلقه من الملح ونص معلقه من حبه البركه، ونص معلقه من اللي هو العصفر اللي هو بتاع المخلل. زي ما انت شايفه كده تقسميها 2، تقسميها كده تعمليها 4 براحتك خالص. بس اهم حاجه السكينه اللي انت كنتي بتقسمي بيها تكون حاميه عشان خاطر الليمونه ما تتهرش معاكي. وحطي فلفل بقى، انا حطيت كده برضو قسمت قرن فلفل كده، بدات ان انا ايه احطه. الطريقه ديت فعلا ما شاء الله جميله، يعني انت مسافه يوم او يومين بالكتير بتاكلي برضو المخلل الليمون كده زي ما انت شايفه. انا هحط برضو اللي اتفضل معايا من الشطه، معلقه ملح. طبعا هي معلقه ملح عشان انا حطيت برضو معلقه، يعني ايه ديت معلقه مش مليانه قوي اللي انا حطيتها مع الميه، وطلع بسم الله ما شاء الله الملح بتاعه مظبوط معايا. وطبعا هناخد برضو ميه، نص كوبايه ميه، لان انا عارفه ان هو مش هياخد. وحطيت نص كوبايه ليمون معصور، يعني انا جبت نص الكوبايه كده مليتها ليمون كده عصرته، ليمون اخضر كده خالص وعصرته، ملت معايا نص الكوبايه ونص كوبايه ميه. طبعا انا عملت الكميه ديت عشان البرطمان معايا صغير، البرطمان مش كبير. وهحط كده خل، 3 معالق كده من الخل، اقلبه برضو كويس لغايه ما يدوب معايا كده. زي ما قلت لك انا بسيبه 3 ايام بره التلاجة، وبعد كده بعد كده بيكون معايا استوى، بروح مدخله بقى ايه التلاجة. كده خلصت بقى ما شاء الله، زي ما انتم شايفين المخلل الجميل ده بكل سهوله كده بتعملي احلى مخلل زي ما انت شايفه. طبعا انت لو بتشتريه باسعار غاليه جدا. يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم.